يعني انا دلوقتي يرضيكم تاني يوم العيد بدل ما ابقى قاعد مستريح او متهنم في البيت واتفرج على التلفزيون، نرمين تسيب كل ايام السنه وتقرر تجيب باميه النهارده الساعه 11 انا ما بالليل؟ واقف قررتش. انا اامع باميه ليه؟ انا ما قررتش على فكره. ليه انا اقف هي اامع باميه؟ هي ربنا باركنا ب6 كيلو باميه الهي نسيبهم. يا رب يسامحك يا اللي في بالي. حرام عليك يا عماد. بامانه الهي يا رب يسامحك يا اللي في بالي. لا يا دودو انت حبيبتي، هو ما يقصدش حاجه. لا خالص، انا دعواتي مستجابه. هو عيان بس انت، لا ما تحطش البتاع، خد لا خالص، ما انت مركزه اهو، يعني بصوا مركزه اهو. الكبيره بس هنا والوسط هنا والصغننه اهو هنا. انا عايش في العذاب ده كل يوم بقى، ده اسمه عذاب. ده انا دلوقتي النهارده المفروض بدل ما اتفرج على التلفزيون او اتسلى بنفسي اقف امع باميه في المطبخ. وكل ده ليه؟ عشان الراجل قال لك المساواه والزوج لازم يساعد مراته. يا عماد انت راجل كريم وراجل ذوق وراجل كلك بركه، لازم بتساعدني. دي الله، فين دي؟ دي الكبيره هنا، ماشي. الوسطانيه هنا. ايوه. ولو سمحت ما تتلخبطش عشان خاطر ما اعيدهمش من الاول. لا عيدي يا حبيبتي عيدي، نورانا ايه؟ الساعة دلوقتي 11 بالليل وانا قاعد اتفرج على الفيلم. بدل ما اتفرج على فيلم قاعد بأمع بامية. دي رسالة ان لكل راجل مبدأ المساواة ده على فكرة. المفروض احنا نرجع نعزل زي زمان. لا يعني والست مسؤولة عن كل عماد انا حاجة. جايبه لك بوله هنا تقشر فيها، بتقشر في بتاعتي ليه؟ صدقني انا مش عارف، انت معاك حق برضه. عماد على فكره انت مش بتعملها كويس. طب بقى ما انا بعملها احسن منك. طب عماد، ايوه بالظبط، كانك بتبري قلم. يا بنتي وانا اول سنة اعمل معاك البامية المنيلة دي؟ انا كل سنة بعمل معاك دي البامية. كبيره يا عماد هنا ودي كبيره هنا. معلش انا بالنسبة لي الكبيرة اللي هي دي كده كبيرة، الباقي ده كله مش كبير. مش يا عماد، ما هي لازم نظبطها عشان ما عامة تبقاش. بس برضو عشان إيه داليا كويسة معايا، فلو سمحتي يا داليا لما تبقي عايزة تجيبي بامية ما تجيبيش بامية في أيام الأعياد ولا أيام المناسبات. وبعدين يا نرمين أنت أصلا بتعملي بامية وبتقوريها وفي الآخر إحنا ما بناكلش بامية. لا يا عماد بناكل باميه. بناكل فين بامية يا نرمين؟ بناكل باميه. أنت عملت كام مرة بوراني السنة اللي فاتت؟ براني عملت مرتين في السنة كلها يا نرمين؟ اي. طب بنخزن 6 كيلو بامية ليه؟ انا لسه هخزن 6 كمان. أنت بتبيعيها يا نرمين؟ يعني يرضيك آه عمك ابو نشأة حماك أيوه اللي بيحب حماية. الباميه أيوه. ما نعملوش باميه. طب ما انا قاعد بعمل اهو، انا ساكت يا نرمين، النهارده اجازتي وانا قاعد بعمل باميه وحتى مش ليا. عماد انت مفتري على فكره. انا طلعت مفتري دلوقتي. ايوه انا اللي على مفتري. فكره عماد مطلعني معاكم ان انا مفتريه قوي. لا انت مش مفتريه ولا نطلعك بالكذب. عماد حرام عليك. طب لو سمحتوا اكتبوا له في الكومنتات ان نرمين مش مفتريه، نرمين لا. سكر واموره. والله العظيم انت جميله. وما تقصدش كده، هي بس بتيجي صدف بس. يا نرمين بص انت كويسه وكل حاجه، بس انت دايما تلاقي ايام اجازاتي انا مش وتعملي فيها عارفني. حاجات. ده حتى داليا تواطئت معاك النهارده. اكيد ما تقصدش. قولي له يا داليا ان انت ما تقصديش. ماشي يا نرمين، بس انا بقول لك ان انتوا الاثنين متفقين عليا. معلش. لا بتكلم جد يا نرمين مش بهزر، حاولوا خلاص تعاملوا يعني. معايا احسن من كده. حاضر، هنغير مواعيد الاجازات هو انا عايز اعرف الباميه دي عامله كده وليه بتشوك؟ عشان بلدي. يعني هي الباميه المفروض تشوك؟ اللي ما بتشوكش دي مش بتبقى بلدي، بتبقى مش حلوه. يعني ايه مش بلدي؟ يعني دي مستورده؟ لا يعني بتبقى مرشوشه وما بتبقاش احسن حاجه يعني. ايه ده؟ اما كل الخضار مرشوش. ده كده انت عايزه اقول لك ان دي بتشوك شويه. تعالى شوف اللي احنا كنت وانا عند عمتي عايده ريح روحها. لما كنا عندها الباميه ما تعرفش تمسكها من كتر ما هي بتشوك. دي كانت في سوهاج. من كتر ما الباميه اورجانيك وحاجه طبيعيه خالص ومش مرشوشه بتشوك جامد جدا. ودي بتشوك فعلا؟ لا بس مش قوي. مش مشكله، يلا. المهم الشوك ده هيطلع ولا ايه؟ ما انت لابس جلافز يا عماد. ما انا نزلت بتشوك وانا لابس جلافز، يعني معنى كده ان الشوك بيعدي في ايديا؟ لا مش بيعدي ولا حاجه، ما دي حاجات نسريات يا جماعه. نسريات. وعامه يا عماد احنا اسفين على ضرب الاجازه، ساعتين ونخلص. ساعتين؟ يعني نقعد لوحده. معلش يا عماد خليه عليك. يا الله يا الله. انت راجل كريم وذوق واخلاق ومفيش منك اتنين. ورجل متعاون وانا لازم اثبت فيه يا جماعه عشان خاطر نعرف نكمل اليوم ده. ايوه مشوا حالكم كده لما يبقوا متزرزرين. لا انا مش متزرزر، انا بس متضايق من ان انا قاعد بعمل باميه في يوم الاجازه بتاعي. صحيح هو مش العيد بتاعنا، كل سنه وانتم طيبين، هو عيدكم انتم، لكن احنا عندنا ده يوم بنستعد فيه ان احنا ناخد اجازه. ما احنا يعني ميزه الاعياد بتاعتكم اللي هي الاعياد الاضحى وعيد رمضان انا باخدهم اجازه، ما بعملش حاجه فيهم، باخد اجازه. لكن نرمين ما ينفعش تسيبني في الاجازه، لازم تجيب لي افتكاسه نعملها في يوم الاجازه.
بركات كتيره وربنا بيبعتها لنا. ماشي يا نبي، كفايه كده. متشكرين يا داليا. انا بس بشكرك في الفيديو بتاع النهارده اللي ان شاء الله يعني هيتعمل له كميه لايكات كبيره ومصر كلها هتشوفه عشان تبقي انت مشهوره ان انت اللي مقدرانا في عيد الاضحى في الباميه يا داليا. وبلاش اجيب، كفايه كده النهارده صح؟ ما تنسوش بقى تعملوا فولو للصفحه. باي باي.